يسيبوك، تخيل تعمل ايه؟ صحيفتي انا تتوزع، تبقى مصيبه، تبقى فضيحه. امال دي اللي انت تدخل تتحاسب بقى قدام ربنا. طب انا يعني صحيفتي ما ممكن يكون ما فيش فيها يا حبيبي ذنوب؟ ولا مره لسانك وقعت بيه في مستنقع الغيبه؟ ولا مره عينك بصيت فيها الحرام؟ ولا مره سمعت اذان الفجر ونمت؟ ولا مره نمت عن فريضه؟ ولا مره سمعت بودانك اغنيه حرام؟ ولا مره اكلت في بطنك اكل حرام ومال حرام؟ ولا مره دفعت رشوه؟ ولا مره شوحت بايدك وامك وابوك ورزعت الباب وراك ونزلت؟ ولا مره ايه؟ ما عندكش؟ احصاه الله ونسوه. يا اخوانا عاقبه ذنوبنا، عايزين نخشى الله ونخاف من عاقبه ذنوبنا في الدنيا، في الدين، في الاخره. في الدنيا ازاي؟ لما قبرص اتفتحت وكان فتح عظيم، قبرص الوقت النصرانيه المتعصبه لما فتحت وكان فتح عظيم، وابو الدرداء كان في الجيش اللي فتحها، فالناس طبعا مذعوره ومرعوبه وبتبكي وملمومه جنب بعضها. ابو الدرداء شاف المنظر، خد جنب وقعد يبكي، قعد يبكي، قعد يبكي. فواحد بيقول له: يا ابا الدرداء، اتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال: ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. يا هوانك عند ربنا لو فضلت تعصيه، يا قلة قيمتك عند مولاكي لو فضلت تعصيه. ملناش قيمة من غير طاعته والله يا جماعة، والله ما لينا قيمة من غير طاعته. بينما هم أمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا أمر ربهم فأخذهم فحل بهم ما ترى. يا زينا كده أيام زمان أيتها السحابة، امطري حيث شئت، احنا الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. الزكاه بتاعت الزروع اللي هتطلع بسببك هتجيلي، انا خلفت المسلمين. ثم جه اليوم اللي ايتها السحابه امطري حيث شئت، هتنزلي مش على ارض من اراضي المسلمين، على دم من دماء المسلمين، على جرح من جراح المسلمين. ليه؟ بدلنا. ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. قيمتك ايه؟ قيمتك ايه؟ اعصيه وشوف اللي هيحصل لك، اعصيه وشوف اللي هيحصل لك. اللي يجرؤ على عقوبه المعصيه ويستحملها يعصي ويشوف اللي هيحصل له. يا جماعه الاثر الدنيوي للمعصيه اثر خطير جدا. مناظره بين واحد علماني على احدى القنوات الفضائيه وواحد شيخ، العلماني هيتجنن، عايز يثبت باي طريقه ان الزلازل والبراكين مالها بالمعاصي. يعني عايز ايه؟ يعني عايز اللي بيزنوا يفضلوا يزنوا، واللي بيسرقوا يفضلوا يسرقوا، واللي بيربوا يفضلوا يربوا. عايز ايه؟ عايز ايه؟ سيدنا انس رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام السماء تلبدت بالغيوم وكأن النهار بقى ليل، فالناس جرت عليه قالت له: يا انس، اكان يحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، انتوا بتقولوا ايه؟ الظواهر الكونيه المرعبه دي على ايام النبي ما كانتش بتحصل. ان كانت لتشتد الريح فنبتدر المسجد اينا يدخله اولا. كنا ناس بنخاف من ربنا، كنا عارفين ان الرياح دي ممكن تكون عقوبه. النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت الرياح بتشتد والسحاب يجي يتلبد يعمل ايه؟ كان دخل وخرج واقبل وادبر. سيدة عائشه بتوصف منظر ان النبي كان بيتصرف تصرف المضطرب المرتبك المرعوب. ليه؟ اخشى ان يكون عذاب نزل على امتي. فاهمين الظواهر الكونيه شكلها ايه؟ عارفين الظواهر الكونيه. انما احد السفهاء يعني واقف مع ناس فعايز يتريق، فمعدي اخ يعني ايه مبتلى بالعمى، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا ويأجرهم اعظم الاجر، مبتلى بالعمى، فاما مد رجليه قام الاخ الاعمى ده واقع على وشه، فضحكوا كلهم، ضحكوا عليه. في نفس اليوم مراته ولدت طفل جميل، كل حاجه فيه كويسه، بس ما بيحركش عينيه. يفضلوا يتابعوا مع الاطباء، طلع اعمى. ربنا منتقذ انتقام يا جماعه. ربنا والله مره ركبت مع سواق تاكسي فبتكلم معاه، يعني بتكلمه في الدين والدعوه الى الله، ودايما الواحد بيحاول يستغل المواصلات في الدعوه الى الله. فبيقول لي موقف حصل له مره، كان رايح يصلي الجمعه وكان في يوميها في مولد بس لغير المسلمين، يعني يومين تاني غير المسلمين، وهو رايح المسجد شاورت له اسره عايزه تروح المولد ده، فقال لهم يعني انا مشغول. قالوا له هنديك 150 جنيه. فبيقول طمعت في ال 150 جنيه، اختيار الدنيا شيء طبيعي في هذه الايام. بيقول شويه واحنا ماشيين عجله فرقعت، استغفر الله العظيم، نزل غيرها. شويه بعدها عجله فرقعت وباظت ولازم يتشرى غيرها. بيقول لي يوميها دفعت 300 جنيه ضعف ثمن، دفع ضعف الثمن اللي خده وما وصلهمش برضه، العربيه باظت. سبحان الله العظيم. يا اخوانا انتقام ربنا. اللي بياكل ربا ما انتش خايف من انتقام ربنا؟ اللي ما بيتكلمش بنات خالص، هي في الجامعه ما تعرفش غير ولاد بس، ما انتش خايف من انتقام ربنا؟ اللي قاعد يضحك على بنات الناس مش خايف من انتقام ربنا؟ اللي بيهتم بجزمته اكتر ما بيهتم بالايمان اللي في قلبه مش خايف من انتقام ربنا سبحانه وتعالى؟ عاقبه الذنوب مش في الدنيا بس يا جماعه، وفي الدين. في الدين ازاي؟
هو انت يا حبيب قلبي لما بتقف في الصلاه اللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك خاشع وبيبكي وانت قلبك حجر، دي مش عقوبه؟ هو انت لما لبست النقاب والتزمت بالسنن والوقت بقيتي بتقولي ايه اللي انا عملته في نفسي ده وانا استعجلت ولا ايه، والايمان بيتسحب من قلبك، دي مش عقوبه؟ هو صرف الله قلوبهم مش عقوبه؟ و5 جنيه لو وقعت مننا في الارض عقوبه؟ عقوبه في ديننا يا جماعه لما الايمان يتسحب من قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه. الغامديه لما وقعت في الزنا وراحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبتقول له طهرني يا رسول الله. الغامديه رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ دلوقتي الحكومه عامله اجهزه رقابه وشرطه واجهزه رهيبه ليه؟ عشان يجروا ورا المجرمين. هو اللي كانوا بيجرموا ايام النبي كانوا هم اللي بيجوا يسلموا نفسهم؟ يعني الحكومه توفر مليارات شهريا بقى واجهزه الرقابه الاداريه لو في دين يا جماعه، لو في دين، لان كان في خشيه خايفه من ربنا سبحانه وتعالى. قارنوا عصاتهم بالطائعين بتوعنا، قارنوا عصاة الصحابه بالطائعين بتوعنا عشان تعرفوا خشيه ربنا عملت فيهم ايه. الخوف احنا عايزين نخاف من حاجات كتير قوي والله. عايزين نخاف من عدم قبول الاعمال. ازاي يعني؟ هو انت سيئاتك بتتكتب ولا اه بتتكتب؟ يقين يقين. طب الحسنات قبلت؟ لا ما اعرفش، ما اضمنش ولا حسنه قبلت، خاف انها لا تقبل. الخوف من الفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. مش معنى انك نجيت من فتنه ان خلاص، في فتن تانية لسه جايه وفتن تالتة لسه جايه. مش معنى انك نجيت خلاص ورا بعض ورا بعض. ما انتش خايف انك تقع من الفتن؟ حتى لو نجيت من فتنه سابقه مش خايف انك تقع في فتنه جايه؟ لسه في انواع. الخوف من موت الفجأة. احد الشباب من محافظه جنبنا كان بيقول لاحد اصحابنا، بيقول له انا موت الفجأة انتشر جدا، انا ليا 20 واحد صاحبي ماتوا فجأة، 20 من عدة ايام. صاحبي ده بيقول لي هذا الشخص هو نفسه مات من ايام فجأة. ربنا يغفر لهم ويرحمهم جميعا. احد اخواننا اللي كان بيتاجر في شرايط الاغاني وقلب شرايط اسلاميه، كان بيكلم 3 شباب بيدعوهم الى الله، فبيقول لهم التوبه فقالوا له بص احنا هنتوب زي ما انت تبت بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كان واقف معايا واحد في المحل بيبيع معايا، مات وغسلناه وكفناه ودفناه ورجعت، هو فرصته خلاص خلصت وانا ربنا اداني فرصه ثانيه. تضمن منين؟ إيه؟ في لحظه كتيبه ملائكيه تؤمر تنزل روح فلان ابن فلان اللي هي روحك تنزل تاخدها في ثانيه وكل حاجه تنتهي. الراجل اللي كان سايق الميكروباص بالناس وفي وسط الطريق في مكان فاضي تماما قام فجاه واقف، ايه يا عم في ايه؟ قال لهم الحاج بس الراجل اللي بيشاورني ده قفله. يا عم راجل مين يا عم؟ انت مخك حصل فيه حاجه؟ ما فيش حد، الراجل بس قفله. يا عم انت يلا يا عم عدي، ساكت. يا عم كمل، ساكت. في ايه؟ بيهزوه لقوا مات. ملك الموت نزل خد روحه في لحظه. سبحان الله العظيم، هو اللي شاف ملك الموت لحظه الموت دونا عن كل الناس كلها. مش خايفين من موت الفجأة. ده الخوف يا جماعه. ولكن الخشيه مش خوف بس، الخشيه خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم رهيب لجلال الله سبحانه وتعالى، خوف مع احساس عظيم بجلال الله. لو الخشيه جت في قلوبنا زي عالم اخترع صاروخ رهيب وطالع ركب الصاروخ وماسك ترمومتر من اللي بيقيس الحراره. ايه يا عم انت رايح فيها؟ رايح الشمس. ليه؟ هقيس درجه حرارتها. اخترعت جهاز عظيم. لا بالترمومتر ده. ايه المجنون ده اللي هو عايز بمقاييسنا البسيطه يقيس الحاجات العظيمه دي؟ ما ينفعش. عشان كده يا جماعه مهما كلمتكم عن ربنا مش هعرف اجيب لكم عظمه ربنا قد ايه. ليه؟ ما اقدرش اتكلم عن ربنا العظيم بلسان البشري، ما اقدر حاجه فوق طاقتنا. زي اللي بيشاور على نجم، هو ايديه جابت النجم؟ لا، انما هو شاور عليه بس. هو ده اللي احنا بنعمله ولله المثل الاعلى. احد اخواننا بيكلمني، يعني كان سافر باكستان، بيكلمني عن احد العلماء في باكستان، احد العلماء الدعاة في باكستان، بيقول لما مات رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على يمينه ابو بكر على شماله عمر وقاعدين منتظرين. فواحد بيسال النبي اللي شاف الرؤيا ماذا تنتظر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر فلان اللي هو اللي مات ده. اللي مات ده كان بيعمل ايه؟ بيقول لي ده لما كان يقف في قيام الليل كان يقف يرتجف وهو واقف يصلي بين ايدين ربنا. خشيه، ارتجاف يا جماعه، خشيه يا اخوانا. ده لو واحد شتم وزير ولا جه ناحيه وزير، الوزير يقول له انت مجنون؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتعصوا مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتغلطوا في حق مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ انتوا مش واخدين بالكم من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنجرمه في حق الله سبحانه وتعالى؟ لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق على عظمه ربنا. انا عايز اكلمكم عن عظمه ربنا. خلي قلبك معايا، ركزي قلبك معايا، ركز معايا في الكلام عن عظمه الملك. انتوا فاكرين ان ده نهر وده